والي ولاية عين صالح والوفد المرافق له كل باسمه ومقامه، السلطات الأمنية والسلطات العسكرية بعين صالح، أعيان ومشايخ هذه الولاية، أساتذة الحضور من كل ولايات الوطن، الطلبة والمجتمع المدني بهذه الولاية. وجودي في هذا الجمع الطيب ما هو إلا تمجيد لجامعة غداية من خلال مخبرها مخبر الجنوب الجزائري للبحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. فأنا باسم مدير الجامعة وباسم عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية يعني أشكر كل حضور، أشكر كل القائمين على تنظيم هذا الملتقى الوطني، على اعتبار أن هذا المخبر منذ نشأته يعمل على محاولة بعث تاريخ وحضارة الجنوب الجزائري دون استثناء. فكانت لنا عدة محطات على المستوى المحلي لنشد الرحال إلى أحد الولايات المعطاءة إلى منطقة تيدقلت. فنحن عندما نقول منطقة تيدقلت نحن نقول عين صالح، وعندما نقول عين صالح نقول الجنوب الكبير بتاريخه بحضارته بعطائه. فكانت هذه المنطقة كغيرها من مناطق الجنوب لها دور كبير في المقاومة الشعبية وثورة أول نوفمبر 1954. فوجودنا اليوم ما هو إلا جسر تواصل لإعادة بعث هذا التاريخ وهذه الحضارة، كل في مقامه وكل بدوره لبناء هذا المجتمع. فوجود هذه الوجوه النيرة وهذه الرجال الواقفة ما هو إلا محاولة منا لإعادة الاعتبار لكل مناطق الجزائر، وحتى نعيد مجد شهدائنا، وحتى نقول نحن دائما صامدون، نحن دائما إلى الأمام إن شاء الله. فشكرا لكل القائمين على هذه التظاهرة، وشكرا للسيد الوالي على أنه استقبلنا في هذه الولاية. وأتمنى لكل زملائي أن تكون هذه المحطة العلمية محطة بداية، محطة بحث علمي أكاديمي. فالتوفيق والسداد للكل وللجميع، وشكرا لرئيس الجمعية على هذا المجهود، وإلى الملتقى إن شاء الله. شكرا.